بس النهارده بنتكلم في ان انت مسؤول عن تطوير المنتج بتاعك من ناحيه البيع، من ناحيه الماركت شير، ومن ناحيه الجروث اللي انت هتعمله في المنتج بتاعك سنه بعد سنه، وده جزء من المسؤوليه بتاعتك انت كماركتير. طب هتقول لي والله والكامبين بتاعتي الحاجات المجنونه اللي انا نفسي اعمل كامبين مجنونه زي بتاعت كوكاكولا وبيبسي وحاجات مجنونه وشيبسي والبسكوت، واعمل حاجات حلو. يا جماعه حلو الكلام ده مفيش مشكله يعني، روح واتجنن واحلم وكل حاجه، بس ده 20% من يور تايم، لان ده شغل كرييتيف ايجنسي. اي حد النهارده لو جبته من ايجنسي وقلت له فكرني في البوزيشننج وفي السيجمنتيشنز وفي التارجتنج، ده شغل ماركتير اي نو. بس لو قلت له اعمل لي كامبين مجنونه مطرقعه عن السيجمنتيشنز والتارجتنج والبوزيشننج هيعمله لك. يبقى انت مسؤول عن ايه؟ عن استراتيجي تكون مجهزها كويس جدا، وانك تديليفر الاستراتيجي دي، وانك تكسكيوت، وانك تمونيتور البرفورمانس بتاعك، وتشوف انت عامل ايه في اداء المنتج بتاعك مع كل الناس. انت مش شغال لوحدك كراجل شغال في الماركتنج او في قسم التسويق، انت مسؤول عن اداء المنتج بتاعك حتى مع كل الاقسام التانية اللي بتشتغل، سواء البيع، سواء السبلاي تشين، سواء الكي اكونتس. انت مسؤول انك تشوف كل النتائج دي كرقم واحد في الشركه هو اللي مسؤول عنها ده في التسويق. حط ده في دماغك كويس قوي. طب النهارده هتقول لي والله انت جاي تكلكع الدنيا قدام وشي وتقول لي الموضوع صعب قوي وكبير قوي، يعني انا النهارده بتاع التسويق ده المفروض يكون سيلز قوي، ويكون كمان ماركتنج قوي، ويكون عارف تديليفر بيرفورمانس، ويكون عامل كل الكلام ده. انا مش قصدي ان صعب الموضوع عليك، انا عايز اقول لك هو بيعمل بعض الريسبونسبيلتي دي ايه، واحنا ممكن نبقى نتكلم في الديتيلز. الاومني تشانل ماركتير او الماركتير العادي اللي بيشتغل ديجيتال ونون ديجيتال، ايه الديليفربلز بتاعته والتاسكس بتاعته ليه، عشان انت ما تتفاجئش بعد كده، عشان ما تتخضش، وعشان انت ما تقولش انا شغال في حاجه لوحدي وعامل حلو قوي 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 فيها وما لقيتش حد بيعبرني فيها. يبقى رقم واحد، نرجع تاني قبل ما نقول انت محتاج تطور في نفسك ازاي، محتاج تعرف شويه عن الشغلانه دي. فتروح كده للماركتيرز اللي عندكم في الشركه وتساله والله بص قول لي يا فلان الفلاني، انت ازاي بتطور، انت بتعمل ايه في الشغلانه بتاعتك عموما كماركتير؟ قول لي انت وقتك بتقسمه ازاي؟ جزء الاستراتيجي ده انت بتبص عليه كل قد ايه؟ ايه اهم حاجه بالنسبه لك؟ لو بتقول لي على اهم 3 حاجات في شغلانه الماركتير، ايه اهم 3 مواصفات في شغلانه الماركتير؟ مع ان رايي فكك من موضوع مواصفات ده، لان المواصفات هتقول لي يعني عنده كريتيكال ثينكينج واناليتيكال ثينكينج وبرزنتيشن سكيلز وعايزين، ما هو ده مازنجر بتاع الماركتنج. ففكك من الكرايتيريا الصعبه، ممكن نبقى نتكلم عنها بعد كده، بس المهم النهارده انك تعرف هو بيعمل ايه، عشان لما تعرف هو بيعمل ايه هتقدر انت تاخد بعض الخطوات تطبقها في شركتك او على الاريا بتاعتك كسيلز، عشان تطور من ادائك وتعرف الطريقه اللي بيفكر بيها الماركتير، او انك تعمل ده فولنتري بره الشغل عندك، بره الشركات الادويه، في انك تساعد اصحابك، انك تساعد اي حد بره البيزنس ان هو يعمل ماركتنج بلان من غير ما يبقى عندك اي اوفيشال كوميتمنتس، يعني مساعده كديفلوبمنت كورسز لو شركتك بتسمح بحاجه زي كده، لان في بعض الشركات ما بتسمحش بده وقانون العمل بتاعها ما بيسمحش بحاجه زي كده. طيب يبقى احنا اتكلمنا ايه النهارده؟ ان انت محتاج تعرف الشغلانه دي كانت ماشيه ازاي، الماركتير ده بيعمل ايه في اليوم بتاعه، عشان انت لو ما عملتش كده انت ممكن زي ما قلت لك تكون بتضيع وقتك او ماشي في سكه تانية مختلفه عن الرياليتي، وهتكلم انا فيها واقول لكم على اكزامبلز شخصيه حصلت معايا.